بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة خليط او ميكس تحفة كده هيحير كل اللي هيدوقه. وصفة حلوة حلاوة ولذيذة جدا. لو عندك شوية سميد هنعمل حلوة تنافس البسبوسة واحلى من الكنافة كمان بطريقة سهلة وسريعة. مش هتاخد معاكي وقت. اول حاجة كده بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. معايا حلة ضفت فيها كوبايتين من السكر وضفت كوباية ونص من المية بنفس الكوباية اللي معايرين بيها السكر. وهنضيف كمان رشة ملح ليمون او عصير نص ليمونة. هنحرك كده السكر شوية وبعدين نرفعه على النار. مجرد ما هيغلي معانا هنهدي عليه النار ونحسب له 5 أو 6 دقايق ونطفي من عليه النار لان عايزين قوامه يكون متوسط معانا. بعد كده معانا نص كيلو من الكنافة المتفرزة. طلعته كده من الفريزر وابتديت اقطعه بايديا حتت صغيرة. لو لقيتي كده في اي تكتلات من العجين بتاع الكنافة طبعا بتستبعديها خالص. بنقطعه كده بايدينا او بالمقص. بعد كده هاخدهم واديهم ضربة في الكبة او في شفشق الخلاط. تمام لحد هنا تمام. ده شكلهم كده بعد ما ضربناهم في الشفشق الخلاط كده شوية ورا شوية. بعد كده معانا هنا كوباية إلا ربع من سميد البسبوسة. ده اللي هو المتوسط يعني مش خشن زيادة ولا ناعم زيادة. بعدين هنضيف عليهم حوالي معلقتين كبار كده من جوز الهند الناعم. بعد كده معانا معلقة كبيرة ممسوحة من السكر ودي علشان كده تدي الكنافة سنة قرمشة. لكن لو حابة تستغني عن السكر وما تضيفوهوش خلاص مش شرط. بعد كده ضفنا باكت من الفانيليا علشان يديها ريحة وتطعيمة حلوة. وبرضو جوز الهند علشان يديها ريحة. لو حابة تستغني عنه او ما بتحبوهوش خلاص شيليه من الوصفة. يعني احنا هدفنا مقادير مش كتير وهدفنا التوفير. هنا جبت طبق اكبر علشان نخلط الكنافة مع السميد كده والسكر البودر كويس. والخطوة دي هنا مهمة لازم تخلطي كل المقادير كويس. اهو زي ما احنا شايفين كده خلطناها كويس. جبنا اللي فوق تحت واللي تحت فوق. بعد كده معايا هنا المادة الدهنية كوباية من السمنة. ويفضل تكون سمنة بلدي بس لو ما فيش خلاص نستخدم نوع السمنة اللي عندنا بدام ريحته كويسة وطعمه كويس. ضفنا هنا شوية من السمنة وهنبتدي كده برضو نقلب الكنافة لحد ما تتغلف معانا. هنضيف نص كوباية السمنة كده على مرتين. ونص الكوباية التاني هنستخدمه بعد ما نخلص صينية الكنافة. اهو انا ضفت شوية من السمنة تاني. ونص الكوباية التاني ده هنستخدمه بعد شوية. اهم حاجة كده نغلف الكنافة بالسمنة اللي معانا كويس لحد كده ما كلها تبقى متغلفة بالسمنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تمام لحد هنا الوصفة سهلة ومش هتاخد 10 دقايق في ايديكي حرفيا. وطعمها في منتهى اللذاذة يا جماعة. جربوها وان شاء الله هتعتمدوها. لحد ما بقيت معانا بالشكل ده. كده معانا صينية كده مقاس 30. انا دهناها دهنة حلوة كده بالسمنة. وبعد كده هنبتدي نوزع فيها الكنافة ونحاول كده نخليها كده كلها متساوية وسمك واحد يعني ما فيهاش جنب عالي وجنب واطي. هنوزع الكنافة كلها. وفي المرحلة دي لو حابة تضيفي نص الكنافة وبعدين تضيفي اي حشوة انتي عايزاها براحتك. حابة تعمليها سادة زي ما احنا عملناها كده برضه هتطلع زي العسل من ايديك يا ست الكل. هنضيف كده كل الكنافة وهنوزعها كده بالتساوي يعني نحاول نخلي الصينية كده كلها سمك واحد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا لايك حطوا لايك حلو زي قلوبكم. وخدوا لفة في القناة واللي ما اشتركش فيها ينورنا بالاشتراك. شايفين كده ضغطنا حطينا كل كمية الكنافة وكده بنضغطها ونسويها بايدينا. وكمان بعد كده هجيب كيس كده بتاع تلاجة فتحة وهجيب صينية اصغر من الصينية دي بشوية. وهنبتدي كده نضغط الكنافة كويس علشان نتأكد انها كلها كده متساوية وسمك واحد.
بعد ما ضغطناها كويس كده، والخطوة دي مهمة علشان بعد التسوية الكنافة تطلع معانا متماسكة والقطعة بقطعتها. هنجيب نص كوباية السمنة اللي متبقي معانا نوزعه على وش الكنافة. انا هنا وزعت نص كوباية السمنة زائد معلقتين كبار. طبعا بندخلها فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 170 او 180 حسب حرارة فرنك، في الرف اللي في النص على الشبكة. ولو عندك الفرن كده عادي طبعا بتكوني برضو بتدخليها الفرن مسبق التسخين على درجة حرارة متوسطة علشان تاخد كده كفايتها في التسوية. بنكون مشغلين الفرن من تحت، ممكن تاخد معاكي لون من فوق على درجة من حرارة الفرن، وممكن تشغلي عليها الشواية لحد ما تاخد لون كده لمدة دقيقتين مع المتابعة المستمرة لحد ما تاخد لون ذهبي وحلو كده من فوق. بتعرفي ازاي انها استوت؟ بتلاقيها فصلت من الصينية واحمرت كده على الجوانب وخدت لون ذهبي حلو. بتاخد معاكي من 25 ل 30 دقيقة كده تسوية في الفرن. وبعد ما بتطلع معانا من الفرن بتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واللون الحلو ده. هنا انا هقلبها على الناحية التانية كده، هجيب صينية او طبق وهنقلبها. قلبناها يا جماعة وهي سخنة كده بنارها، بنجيب الشربات الدافي بتاعنا، ولازم الشربات يكون دافي علشان حبات السميد كده تتفتح وتطرى معانا. شايفين بسم الله ما شاء الله بتشرب الشربات. وطبعا لو عايزاها طرية بيبقى بتسقيها بالشربات وهو سخن علشان تكون معاكي طرية. بعد ما زجناها كده بالشربات بنسيبها لحد كده ما تبرد علشان لما نقطعها تكون كده حتت متماسكة معانا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جربوا الطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم، طعمها في منتهى الجمال. شايفين كده قطعة البسبوسة ماسكة نفسها، أو قطعة الكنافة، هو ميكس فعلا بين البسبوسة والكنافة وطعمها تحفة. شايفين شكلها كده ماسكة نفسها. لو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، حطوا لايك حلو زي قلوبكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شايفين يا جماعة ميكس خطير والطعم تحفة، جرمشة من بره وطراوة من جوه. والوصفة سهلة مش هتاخد معاكي وقت، حرفيا 10 دقايق زي ما قلتلك. الوصفة سهلة وبسيطة. مشاركة كتير للفيديو علشان يتشاف والقناة كمان تتشاف. خدوا فيها لفة وإن شاء الله تعجبكم. فيها وصفات حلوة بمقادير مش كتير لأن هدفها التوفير. ان شاء الله تكبر بيكم يا احلى متابعين واحلى اخوات، وتنورونا كده بالاشتراك. مشاركة كتير للفيديو علشان يتشاف. مع السلامة وكل سنة وانتم طيبين. اكلة مع فاطمة.